تشيز كيك ولكن بالحلوى العمانية، الوصفة الثالثة من مسابقة حليها مع الشهرة. على تاوة ننزل السمن وننزل شعر الكنافة ونحمسها شوي لحد ما تتحمر، او قبل ما تتحمر بشوي نخليها على قالب الفرن ونضغط عليها زين ونخليها على جنب. ونبدأ في الطبقة الأساسية، جبن كريمي ونحط عليه سكر ونخلطه زين لحد ما يذوب السكر تقريبا مع الجبن. ننزل عليه بيض بالتدريج، ننزل حبة ونخلط وبعدها الثانية وهي رايحة لحد ما ننزل 3 بيضات، وختاما عصير ليمون وفانيلا. وهنا خلطة أخيرة، وعلى القالب اللي نزلنا فيه شعر الكنافة ننزل الخليط ونطبطب القالب شوي، وبعدها على الفرن لحد ما يستوي. وبعدها نبدأ في التوبينج، وهنا عندنا حلوى وحلوى العسل من الشهرة للحلوى العمانية تحديدا، ونفس كل مرة نذوبها مع الحليب لحد ما تصير صوص كذا، نخليها في إناء لحد ما يجي الوقت اللي نحتاجها فيه. وهذه بعد ما طلعت الكيكة من الفرن دخلناها على الثلاجة لحد ما بردت، وبعد الثلاجة حطينا التوبينج من الحلوى العمانية. وبالعافية علينا وعليكم يا رب. تفاصيل المسابقة أسفل الفيديو.